فيلمنا بيبدأ ببنت اسمها داني وفجأة بتصحى من النوم مفزوعة، وبيبان إن في هجوم على المنطقة اللي عايشين فيها. فبسرعة والدها بيجري وياخدها عشان يهربوا، ولكنها بتكون مش فاهمة إيه اللي بيحصل. وبعد كده باباها بيخبيها في شجرة وبيقول لها إنه لازم يرجع ويساعد الناس. لكن بعدها على طول بتشوفه جثة بتتحدف قدامها، فبتصوت وبتقوم تجري وبتحس إن ساعتها في حد بيطاردها. ولكن أثناء ما هي بتجري بتتكعبل وبتقع على دماغها وبتتخبط في صخرة وبيغمى عليها. بعد كده بتصحى وبتلاقي نفسها في مكان غريب، وبتلاقي في إيديها كلبشات، فبتحاول إنها تتحرك بالسرير عشان تفتح باب من الأبواب. لكن الأبواب كلها بتكون مقفولة، وبتفضل تنادي ومحدش بيرد عليها في الأول، لحد ما بتدخل عليها دكتورة ريس. وبنعرف إن دكتورة ريس هي مديرة المكان. وساعتها بتفك إيديها وبتبتدي تحكي ليها على اللي حصل. بتقولها إن في 5 عواصف ضربوا المدينة بتاعتها، وإن الناس اللي في المدينة كلهم ماتوا، وإن هي الوحيدة اللي نجت منها. لكن بتقول ليها داني إنها كانت سامعة صوت زئير وإن في حد كان بيطاردها. لكن بتأكد لها الدكتورة ريس إن ده ما حصلش، وإنها من الصدمة ممكن تكون بتبني ذكريات غلط. وبعد كده بنشوف إن المكان متراقب بأجهزة متطورة. وبتقول لها دكتورة ريز إن اللي خلاها الوحيد إنها تنجو من كل ده وإن من غير أي خدش إنها من المتحولين، وإنها لازم تقعد في المستشفى عشان تفهم أكتر عن قدراتها والتحول اللي حصل لها، وتتأكد إنها مش هتبقى في خطر على نفسها. وساعتها بتوديها أوضتها عشان تنام. وتاني يوم بتكون دكتورة ريس قاعدة مع 4 أشخاص متحولين غير داني، وهم ساميول وإلينا وروبرتو وراني. وبتحكي راني إنها قتلت لأنه كان بيقول عليها ساحرة وإنها هتروح الجحيم. وبعد ما قتلته بتهرب بسرعة من المدينة، ومحدش تاني بيرضى يحكي عن أول مرة تحول فيها أو إيه اللي حصل له. وبتقوم إلينا عشان تمشي، لكن دكتورة ريز بتطلب منها إنها توري لداني المكان. ولما بتاخدها وبتطلع بره بتشوف داني إن مفيش سور، فبتشجعها إلينا إنها تهرب. ولما بتجري داني عشان تهرب بتخبط مرة واحدة في سور كهرومغناطيسي. وساعتها إلينا بتضحك عليها وبتقولها إنهم مش في مستشفى وإنهم في قفص وهيدنهم فيه طول عمرهم. فبتتضايق جدا داني من إلينا وبتجري وراها عشان تضربها، لكن بتلاقيها استخدمت قدراتها واختفت من قدامها. بعدها بتيأس تاني من حياتها وبتحس بالذنب لأن أهلها كلهم ماتوا وهي الوحيدة اللي عايشة. فبتقرر ساعتها إنها تنتحر وبتطلع فوق المبنى وبتقف على حافة المبنى. لكن بنلاقي راني جت في الوقت المناسب وقعدت تهديها لحد ما رجعت في قرارها، وساعدتها راني إنها تدخل جوه تاني. وبعديها بتاخدها راني وبيتمشوا، وساعتها بيشوف ساميول هو بيتمرن ازاي يتحكم في قدراته، وبنشوف انه يقدر يتحرك بسرعة جدا. وبعدها بنعرف من راني ان ساميول كان مضطر يشتغل في منجم مع باباه عشان يساعد اهله. بالنسبة لروبرتو فكان عايش حياة مرفهة جدا، وعيلته اغنى عيلة في البرازيل، لكن محدش عارف قدراته هي ايه. وباباها هو اللي جابها المكان ده عشان تتعالج. وفي اخر اليوم بتروح داني اوضتها وبتشكر راني على اللي عملته معاها وبتنام. وبعدها بنشوف روبرت هو قاعد مع ساميول، وبتبقى دكتور ريز مراقبهم كلهم وبتتابع مؤشرات طاقتهم الذهنية. وبتلاحظ ارتفاع في معدل الطاقة الذهنية لداني، وكون ساعتها بتحلم بيوم اللي فقدت فيه أبوها. وفي نفس الوقت بنشوف ساميول كان نايم مخضوض جدا من صوت غريب جاي ناحية الغسالة، ولما بيقرب منها فجأة بيلاقي نفسه في حلم وإنه في منجم. وباباه بيقول ايه اللي انت عملته ده؟ وبيتفاجئ بواحد من العمال بيضربه، وساعتها بتنفجر الغسالة وبتحدفه بعيد. وتاني يوم بنشوفهم كلهم قاعدين مع دكتورة ريز وبتحاول تعلمهم ازاي يتحكموا في نفسهم. وبالليل بيكونوا كلهم قاعدين مع بعض، فبتتريق إلينا على داني وبيبدأوا يضايقوا بعض بكلام لحد ما بيضربوا بعض. وبنشوف إلينا بإيديها بتتحول لسلاح وبتكون خلاص هتضرب داني، لكن بتتدخل الدكتورة في الوقت المناسب وبتعمل حاجز على داني، وبيكون هو نفس الحاجز اللي اتعمل لما كانت هتهرب من المستشفى. وبعديها الدكتورة بتعاقبهم هما الاتنين وبتحبسهم حبس انفرادي. وبنشوف إلينا وهي بتسترجع ماضيها وهي طفلة وبتستخبى من كائن غريب لابس وش بيضحك. وفي نفس الوقت بتحس داني بنقطة دم بتقع عليها، وبتحلم بعاصفة وبيظهر وحش كبير جاي ناحيتها، فبتصرخ وبتصحى بسرعة. ولما بتدخل عليها الدكتورة بتلاقي جسمها كله دم، فبتاخدها وبتروح تعمل لها اختبارات وتحاليل عشان تفهم ايه اللي حصل لها. وبتروح داني أوضة رانيا عشان تتكلم معاها، ولكن بتشوف إلينا وباقي المتحولين وبيقولوا ليها إن الدكتورة لسه نايمة، وإن هما بيستغلوا الفرصة دي ويروحوا الأوضة العلوية عشان مش بيكون فيها كاميرات، وبيقعدوا يتسلوا بجهاز كشف الكذب. وبتسأل إلينا داني وبتقولها إيه قصة الدب اللي في السلسلة اللي لابساها. وبتقولها داني إن والدها اداها لها لما كانت صغيرة عشان كانت بتخاف من الضلمة، وقالت لها قصة خيالية جدا عشان مش تخاف. وقالت لها إن الدب ده بيعيش جوانا وبيتغذى على خوفنا، وطول ما احنا مش خايفين الدب هيفضل صغير ومش هيكبر. وبيجي تاني يوم إلينا عرفت تخدر دكتور ريس وبيحتفلوا وبياخدوا راحتهم، وبيكون ألبرتو وساميول قاعدين مع بعض، فبيحكي له إنه كان شغال في المنجم مع باباه ولكن كان عنده فوبيا من الأماكن الضيقة، وغصب عنه ظهرت قدراته
وموت ساعتها باباه وعمال المنجم كلهم، وبيكون دايما حاسس بالذنب. ولما بيسأل ألبرتو عن قدراته بيتهرب منه، وبيسمع صوت جاي من حمام السباحة، فبيروح وبيلاقي لينا وبينزل معاها المية، وبيبتدي يحكي ليها إنه السبب في موت حبيبته، وإن جسمه كله اتحول لنار لما كان بيحضرها، والنار حرقتها. لكن بتهديه إلينا وبتقول إنه مش هيعرف يأذيها، وفجأة بتختفي من قدامه وبتظهر وراه إيد متفحمة. ولما بيبص وراه بيشوف حبيبته وهي بتتحرق، فساعتها بتبتدي تهاجمه، فبيضرب جهاز الإنذار، وبتصحى الدكتورة فبتروح له بسرعة، وبتلاقي جسمه كله متحول لنار، فبترميه في المية وبيرجع زي ما كان. وبتيجي إلينا بيكون شكلها طبيعي جدا وكأنها ما كانتش في المية، وساعتها بتبقى مش فاهم إيه اللي بيحصل، فبيتهمها ألبرتو إن هي اللي عملت فيه كده. بس بتقول دكتورة ريز إنها شافت إلينا في الكاميرات وما خرجتش من أوضتها. ساعتها بتعاقب إلينا بالحبس الانفرادي عشان هي السبب في إنها خدرتها. وتاني يوم بتكون راني في الحمام وبتشوف قدامها الإس اللي هي قتلته، وبيبتدي يهاجمها وبيكويها بالنار، فبيسمع صوتها. ولما بيروحوا لها بيلاقوها متحولة لذئب، وبتبتدي تجري لحد ما بترجع لطبيعتها. وبتقول إلينا بعدها إن داني هي السبب، لأن كل اللي بيحصل ما بدأش غير لما هي جت وبتحاول تقتلها، لكنها فجأة بتلاقي دانا وشها اتحول للراجل اللي وشه بيضحك واللي هي بتخاف منه. فساعتها بتبعد بسرعة، والدكتورة بتجيب لها مهدئ. وبعدها بيجي رسالة لدكتور ريز من المؤسسة وبيقول لها إن متحولة داني أكتر متحولة موجودة، وإنها لازم تجمع عينات أكتر من الحمض النووي بتاعها وبعد كده تقتلها. وفعلا بتاخد داني على أساس إنها تعمل لها اختبارات، ولكن بتخدرها وبتحقنها بمادة سامة عشان تقتلها. وفي نفس الوقت بتلاقي لينا وساميول الكائن الغريب اللي هي بتخاف منه طلع من أوضتها وبدأ يهاجمهم كلهم، فبيجروا منه، لكن بيمسك لينا وبيقدر ساميول إن هو ينقذها، وبيبدأ الكائن ده يهجم عليهم، فبتنهار إلينا جدا وبيحاول إنه يهديها، يقول لها لازم تعمل حاجة وتتصرف، فبتختفي من قدامه وبتسيبه لوحده. وساعتها بيقدر إنه يستخدم قدراته ويجري بسرعة من المكان ويهرب. وبتسمع رانو صوت صويت، فبتروح بسرعة لداني عشان تنقذها، وبتهاجم الدكتورة بمخالب الذئب بتاعها، وبتقدر إلينا إنها تقضي على الكائنات اللي بتخاف منهم. وساعتها بيتجمعوا كلهم في المكتب وبيعرفوا إن المؤسسة دي كانت بتدربهم عشان يبقوا قتلة، وإنهم عشان يهربوا من المكان ده لازم يقتلوها عشان يتخلصوا من السور اللي الدكتورة ريس عاملاه. وبيقدروا يوصلوا للمكان عن طريق حاسة الشم القوية الراني. بتقول لهم إن داني بتشكل خطر عليهم وإنها لازم تموت. وساعتها بتعمل حواليهم دوائر من الطاقة، بتقول لها إنها عرفت القدرة الخارقة بتاعة داني، وهي إن داني بتعرف مخاوفهم، وساعتها بتجسدها قدامهم وبتخليهم يعيشوا فيها لحد ما تقتلهم. بتحاول دكتورة ريز إنها تقفل الدايرة بتاعة الطاقة على داني عشان تموتها، وبتفقد الوعي. ولما بتفقد الوعي بنلاقي الدب اللي كان بيخوفها ظهر وخلص على الدكتورة، وساعتها دوائر الطاقة بتختفي وبتفضل داني فاقدة الوعي، وده اللي بيخلي الدب يفضل يطارد فيهم. بتحاول إلينا إنها تستخدم قدراتها وبتستخدم السيف بتاعها، وبتقدر فعلا إنها تضرب الدب بيه، وبيكون معاها اتنين بيحاولوا هما كمان إن يموتوا الدب. وبيحاول روبرت معاهم إن يستخدم قدراته وبيبدأ يهجم على الدب بسرعته، لكنهم مش قدروا، والدب بيكون أقوى منهم بمراحل. بيكون داني معاها وبتحاول تصحيها لكنها ما بتقدرش، فبتشوف باباها في الحلم وهو بيشجعها بيقول لها إنها لازم تقوم وإنها تقدر تهزم الدب، فبتصحى على طول وبتقدر تتحكم في خوفها. وساعتها الدب بيهدى وبيختفي، وبعدها بيحدف طوبة من على السور، وبنلاقي فعلا إن السور اختفى، وبيبدأوا يخرجوا من المكان لحد ما بيوصلوا لأقرب مدينة بتقابلهم. لو عجبك الفيلم مش تنسى تعمل لايك للفيديو واشتراك في القناة وتفعل زر الجرس عشان تتابع كل جديد، مش تنسى كمان الكومنت اللذيذ.